كذلك الذكرى الرابعة لاستشهاد رفيقنا الغالي كمال الحساني. الحرية والصمود لكافة المعتقلين السياسيين القابعين في سجون ذل النظام العار، النظام اللاوطني اللا ديمقراطي اللا شعبي، كموقف مبدئي للجمعية الوطنية. رغم القمع رغم السجون لا زلنا صامدون صامدون صامدون، الجمعية مناضلون. بهذا الشكل كما قلت تخليدا للذكرى الرابعة لاستشهاد رفيقنا الغالي كمال الحساني يوم 27 أكتوبر 2011 في ساحة الشهيد. هنا فين كنخلدوا هذه الذكرى بالضبط أمام أحد الأكشاك طعنا بالسكين، عفوا لا لشيء إلا لأنه كان يطالب بمطالب عادلة ومشروعة. الحق ديالو الشغل الحساني خلى وصية لا تنازل عن قضية. الحساني خلى وصية لا تنازل عن قضية. اللي التحقوا بالموقع من موقع طنجة الرفاق ديالنا في الاتحاد الوطني اللي طلبت المغرب، الرفاق ديالنا من كل مواقع الصمود جاو باش يخلدوا معنا هاد الذكرى اللي كنوقفوا عندها اليوم تخليدا للذكرى ديال الغالية علينا دماؤها وحبها والطغمة. نحاولوا ما يمكن نلمسوا الحدث اللي استشهد فيه رفيقنا الغالي كمال الحساني نهار 26 أكتوبر. كان في ذكرى التأسيس للجمعية الوطنية في الدار البيضاء. مباشرة بعد ذلك التحق بالموقع اجتماع لحركة 20 فبراير آنذاك. 20 فبراير حركة شعبية ولا بديل عالية لا بديل الحرية. قلت رفيقنا كان في الذكرى 26 كان يوم 26 في ذكرى التأسيس في الدار البيضاء. مباشرة التحق بالموقع اجتماع لحركة 20 فبراير إذ نتفاجأ ببلطجي مسخر من طرف هذا النظام اللاوطني لا ديمقراطي لا شعبي ليطعن رفيقنا بضربتين قاتلتين لا لشيء كما قلت إلا أنه كان يطالب بمطالب عادلة ومشروعة في بلدة أيف معيش. لذلك ندد بالحصار المفروض على الفرع المحلي لا سواء في المعارك المحلية ولا سواء في المعارك الوطنية ولا الإقليمية. يرهبنا والقتل لا يفنينا، الجماهير الشعبية تسكن نضال فينا. وهذا المانع وهذا القمع اللي كيتعرضوا ليه رفاقنا فرع بني بوعياش في التنسيق الإقليمي في التنسيق الجهوي على المستوى الوطني لا يثنينا عن مواصلة الدرب الذي رسمه لنا شهداءنا الأبرار، شهداء الشعب المغربي قاطبة ابتداء من شهداء الحركة التلاميذية، شهداء الحركة الطلابية، شهداء الحركة 20 فبراير، وصولا إلى شهداء إطار العديد الجمعية الوطنية، مصطفى الحمزاوي، موقع خنيفرة، نجية الداية، موقع عفران، الشهيد البطل كمال الحساني، موقع ابن بوعياش. وبالتالي كنقول لهاد الأجهزة اللي محاصرين الشكل أنكم ما غتنالوا والو من الأشكال الجمعية الوطنية، والجمعية الوطنية لها ما يكفي من الأوراق لكي تجدد أوراق الشهيد صغريدي الرضا أولادك. كما قلت هذا الحساب أنه كيحدي واحد الشحنة قوية للفرع المحلي باش ينزل من هنا لقدام معركة محلية وازنة ومفتوحة سير على درب الشهداء ديالنا والمعتقلين وكل المتابعين. رغم كل المعاناة مطالب ستحقق رغم كل الصعوبات. لكل الجماهير الشعبية اللي التحقوا بهذا الشكل النضالي الراقي والمتميز بفضل الذوات المناضلة اللي متواجدة معنا، بفضل كل الشرفاء هذا الوطن الحبيب. وبالتالي كنقول في هذا السياق أننا عازمون كل العزم من هنا لقدام، ما غنبقاوش مكتوفين الايدي، ما غنبقاوش غير كنستناو في هاد اللامسؤولين بين قوسين انهم يتعاملوا مع كل المعطلين على المستوى المحلي. كنعرفوا ان ذكرى الشهيد كمال الحساني في هاد
النهار هذا غتعطينا نفس، غتعطينا حبس قوي باش عندنا الرفاق. سنمضي سنمضي إلى ما نريد وطن حر وشعب عزيز. سبا اخ الشهيد الرفيق منعم الحساني، اخ الشهيد كمال الحساني اللي كيتواجد معنا في الشكل، هذا الشكل النضالي كما قلت، وشرف لهذا الشكل وشرف للفرع المحلي، وكذلك في المناسبه ذكرى الاخ ديالو الشهيد كمال الحساني. من بعد غادي نمنحوا له كلمه غيلقيها مع الجماهير الشعبيه، غادي يحاول يوضح فيه الامور اكثر تنديدا باغتيال الشهيد كمال الحساني ومعاقبه الجنات المتورطين الحقيقيين في اغتيال هذا الشهيد البطل الذي كان اينما وجد في الحركات الاحتجاجيه الا وكان موقعه في الصراع، تأجيج الصراع لا لشيء الا لانه كان كمال الحساني كما قلت تحمل المسؤوليه معنا في الاجهزه المحليه، كان كيتحمل المسؤوليه. بوعياش تحية طنجة الصميدة. كان يتحمل المسؤوليه في المكتب المسير الفرع المحلي، تحمل المسؤوليه الحضور ديالو في مجالس التنسيق، الحضور ديالو في المجالس الوطنيه، الحضور ديالو في المؤتمر الوطني العاشر الذي خرج بمبادئ ومواقف تنسجم والمواقف التي يرفعها الرفيق كمال الحساني. وبالتالي تحيه لهذا الرفيق، تحيه لهذا الرمز اللي كاين يرني لنا الطريق باش نحاولوا نمشيو قدام، باش نحاولوا اننا نتمسكوا بهذا الاطار اللي خلانا اننا نضلوا فيه وشعل لنا المشعل باش اننا ما عمرنا نقدوا نتراجعوا اللور. ومن يقول دماء الشهيد كمال الحساني فقد خان دماء الشهداء الشعب المغربي كما قلت ابتداء من الحركه التلاميذيه الى غايه الى شهداء الرفاق مجتدا. لا ما نطول على الرفاق في الكلمه، اظن ان كل رفيق رفيق، كل مناضل مناضل، كل ذات مناضله كتبعوا المشهد السياسي اللي كاين في المغرب والجرائم النكراء اللي كترتكب في حق هذا الشعب المناضل البطل، في حق كل صوت غيور في هذه البلاد. وتحيه نضاليه قبل ما نرفعوا الشكل وقبل غنعطيو للرفيق اخ الشهيد كمال الحساني كلمه سيتلوها على مسامع كل رفاق والجماهير الشعبيه في هذا الشكل النضالي. غادي تفضل الرفيق وتحيه نضاليه.